باع بنته ب200,000 ب400 دولار. لمن؟ للدانق محمد حسن علي الفاتكي، وأبو هذا ياسر عبد الناصر سعيد الصلاحي. المشكلة والكارثة ليست هنا فقط، المشكلة والكارثة عند دولة 7 شهود، 7 شهود، لا عاد أحد حلل، ولا عاد أحد حرم، ولا عاد أحد راجع نفسه، ولا عاد أحد راجع البنت، يعني أم البنية إنها تسامح الرجال في حقه وحقوقه، ولا عاد أحد راجع الأب، ولا عاد أحد سربا على الجنبية، ولا يبيع الآلي، ولا يتدين ذي يبرج أبوها علشان يخلي بنته عنده. شوفوا لو وين وصلت الدناءة والوطاءة والحقر يا جماعة الخير. ما وصلوش الألمان، لا ما وصلتوا إليه، وقد ضحوا ب30 مليون قتيل في الحرب العالمية الأولى والثانية. ما وصلوش الروس وقد ضحوا ب15 مليون في الحرب العالمية الثانية. ما وصلوش هكذا اليابانيين، والقنبلة الذرية سفكت نص مليون، 2 القنابل. وين وصلتوا؟ وين وصلتوا؟ عاد احنا نعيب غيرنا ليش يتكلم علينا؟ وين السلطات؟ أنا أطالب من هذا المكان، من هذا الكرسي، السلطات في صنعاء أن يطلعوا فورا. ما فيش حاجة اسمها رجعناها مثل ما نشر بعض الأخوة يقول لقد يعني الحمد لله وفاعلين الخير ورجعنا البنية لأبوها والتزم أبوها. ما شو هذا الخبر؟ هذا دناقة، هذه قلة معروف، قلة إنسانية، أنك تدخل أبوها يلتزم وتدفعوا للرجال حقها 200,000 وتشيلوا البنية منه وترجعوها لأبوها. وين الإنسانية؟ وين الضمير؟ وين المخوة؟ وين الشرف؟ وين الكرامة؟ وين العار؟ أقسم بجلال الله لو أكلت يعني من خشاش الأرض ومن ترابها، والله لو ربطت على بطنك بالجوع، لو بعت أكلاك وكبادك يا مكسور الناموس ولا تبيعها. اشتغل أي شغل، تهرب لأي مكان، بيع لك أي حاجة عربية وبيع. وإن قد اضطر الأمر طلعت وتكلمت تقول عن الموضوع كذا 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 كذا، وطالبوا مني أهالي زوجتي طلبوا مني مبلغ وقدره وأنا ما بش معي، ونفرق لك من عيوننا ونبني لك ونسوي ونعمل كل حاجة. نطالب السلطات في صنعاء فورا، ولا يعني دعينا المنظمات وتواصلنا مع المنظمات ونقوم القيامة. نحنا ننكر منكر، وما يسكت على هذا الذي هو مكسور ناموس، ذي مستعد يبيع مرته وبنته. الشهود، الشاهد الأول ذي بصم اكسروا أصابعهم محمد علي، الشاهد الثاني سعيد، الشاهد الثالث ياسر عبد الناصر سعيد الصلاحي، الشاهد الآخر إلهام، الشاهد الثالث هايل، الشاهد الرابع وخامس ناجي. تخيلوا 7 مبصمين، لا عاد أحد حلل، ولا عاد أحد حرم، ولا عاد أحد راجع نفسه، ولا عاد أحد دفع. يعني سابقها ما قد حصلت في التاريخ. منطقة القفر تواصلوا مع الأخ أبو عاصم ولا غيره عند المعلومات كاملة ويعرف المكان هذا حق الشخص هذا، اطلعوا مسكوا الرجال، ويكون عبرة الولد ولد الولد المشتري والبياع والزوجة الدانقة والشهود كلهم، لأن المرأة ما رضيت تسامح زوجها. كيف سمحت لها ضميرها ونفسها إنها تغصب زوجها، يعني طليقها، إنه يبيع بنته ب200,000 لواحد دانق مكسور ناموس علشان يدي مهرها؟ وين أهل المرأة؟ أهل المرأة اربطوهم، المرأة نفسها. أهل الرجال شوفوا يأخذوا هذولا كلهم عبرة وعظة عشان للمستقبل الآخرين. قد يأتي يوم من الأيام ويصل أب ولا واحد دانق مثل هذا وبز بناتنا وسرحنا السعودية يبيعن، أو أنا غلطان؟ يا جماعة ترى تحكوا بحق الله، لا تخلونيش الآن أطمن من راس العمارة لا ذمتكم. قد لهانة، أقسم بالله إن قد لهانة. اليوم داخل باعها، بكره ما عيلقى شيء هذا عيخاف وبزها، والسعودية ولا تشريح يبيعها تشليح. الأب ياخذ جزاته، الأم تاخذ جزاتها، أهالي المرأة أهاليها كلهم، أهالي هذا مكسورة الناموس أهلها كلهم ياخذوا يعني جزاتهم. أهل الرجال هذا كله، الشهود والمشتري بزوا أبتهم كلهم ما يقوا عبرة ما عاد يروا الشمس. والبنية هذا أنا مستعد أكفلها، أنا مستعد، وأمام الله أكفلها واطرحها على عيني وعلى راسي، واحدة من بناتي ولها مال بنتي ولها مال عيالي، أكسيها من لحمي واصرف عليها من عظمي.
مستعد اكفل البنتنا هذا امام الله ولله ثم للتاريخ. اذا ما اخذوها شيء يعني حلقه كفلها فانا مستعد اكفلها واطرحها داخل عيني وداخل قلبي. هذا البنيه. تعبنا حكايه توجهوا والناس كلمه لا عاد حدا يسمعنا. احنا قلنا نبى تتحرك السلطات من صنعاء ولا مدير الامن ولا المحافظ في اب ومسكوا الرجال والزموا حده وحدوده وسجنوا والده ويضبطوه يقول على هنا عرق اذنه له وغيره. والحين بشرونا انهم صاروا بزوا البنت من المشتري وسلموها لابوها ودفعوا الرجال. يا اخي اتق الله، ما عاد حدا بيراجع ويبادل بتعيس. هي ماشي جنبيه ولا هي يعني تقوى الله، ما عاد يشدي كلمه شومه لا انا وهي. واتمنى نشر هذا المقطع وان يوصل السلطات في صنعاء تحركوا عاجل ولا دعينا المنظمات وتكلمنا بالانجليزي والفرنسي والتركي والصيني ونخلي المنظمات الحقوقيه تدين الحكومه نفسها في صنعاء انها ما حركه ساكن ازاء بيع وشراء. الورقه هذه مختمه مكتوب الجمهوريه اليمنيه وزاره العدل محكمه الاستئناف، ها شوفوها موجوده يعني في الوثيقه هذا. سلام.